إزاي مستر سلطع يقدر يبقى أغنى واحد في قاع الهامور؟ الإجابة هي إنه يحول مقرمشات سلطع لمكان إقامة جبرية مميز زي الفنادق الخمس نجوم. وفي كمان موظف مخصوص للمساج. شمشون بدأ يعمل قلق من أول الصبح وبيتلف الحيطان، فتم التعامل معاه بسرعة واتقبض عليه بتهمة التخريب. مستر سلطع كان فرحان ورايح يتفرج عليه وهو بيتحبس، بس مكان الاحتجاز كان مليان على آخره والشرطة اضطرت تسيب المشاغب الصغير ده. شمشون جري وهو بيقول أنا راجع تاني للمشاغبة. الشرطة كانت بتصرف كتير عشان تلاقي مكان للنزلاء دول، ومستر سلطع طبعا عينه لمعت لما شم ريحة الفلوس واقترح يحجزهم جوه مطعمه. الضبطة وافقت وأديته مبلغ محترم، ومستر سلطع أعلن إن مقرمشات سلطع بقت مكان للاحتجاز ولبس سبونج بوب اللبس المخطط. شمشون كمان تم حجزه، بس حاول يهرب لما كذب وقال إن في عملة على الأرض، فمستر سلطع حطه بكل حزم جوه جسم سبونج بوب وقفل عليه تماما عشان ما يتحركش. بعدها وصلت الضابطة ومعاها نزلاء تانيين من أصحاب المشاكل الكبيرة ومعاهم فلوس أكتر. سلطع وافق فوراً وطلب من سبونج بوب يجهز المكان للضيوف الجداد، وعشان الزباين ما يتضايقوش مستر سلطع فهمهم إن ده مطعم فكرته قايمة على أجواء الاحتجاز، وبقى بيبيع وجبات سلطع في علب مقفولة ومعاها كلبشات لعبة هدية، والتفسير ده ريح الزباين تماماً. مستر سلطع حب يطمن على شمشون اللي كان حبسه جوه زجاجة الوصفة السرية، فكان شايفها ومش قادر يلمسها. وفجأة وصلت الضابطة عشان تشرف على خروج شمشون. شمشون خرج فرحان وفضل يتريق على سلطع لأنه بيضيع فلوس كتير، واكتشف سلطع إن المكان اتحول لفندق فاخر والنزلاء عايشين في راحة تامة وبياكلوا ببلاش. سلطع اتضايق وشال كراسي المساج والتلفزيونات، فالنزلاء عملوا دوشة وضايقوا الزباين اللي قرروا يمشوا. سلطع ما كانش قدامه حل غير إنه يطرد النزلاء بره المطعم. تاني يوم النزلاء رجعوا مع الضابطة واتقبض على مستر سلطع بتهمة إنه مشاهم من غير إذن، وبما إن مطعمه كان مليان تم حجز مستر سلطع في مطعم دلو الصداقة اللي جنبه.